مساء الخير، مساء النور على عيونكم يا أحلى متابعين. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وانتو تشاهدون فيديو اليوم. ورجعت لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، كلهم ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله بنات. ولا تنسون اللايك واشتراك حبايب قلبي. وهنا مثل ما واضح لكم حبايب قلبي بداية الفيديو نخلنا طحين. هنا طريقة عيش المصري، خبز المصري، على طلب متابعتي أم عمر طلبت مني الطريقة بالتفصيل، وإن شاء الله هذا الفيديو تشوفوه وتجربوا هاي الطريقة كلش سهلة وبسيطة. وهذا بالتفصيل حبيبتي سويتلك إياه. هنا بقلاص على صفحة ماي دافي خليت شكر وخمرة حسب الرغبة الكمية اللي تحبينها، وخليتهم على صفحة. وهنا طحين حصة أو طحين أبيض بحسب المتوفر عندك واللي تحبين تستخدمين تشتغلين بيه، يعني الخبز عيش المصري. وهنا الطحين حسب الكمية. هنا خليت مثل ما واضح، خليت لبن 4 خواشيق أو 3 خواشيق، زيت هم 3 خواشيق 4، وملح. وهذا الخمرة اللي خليتها على صفحة سويتها بنات مثل ما شفتن بالفيديو. وهنا نزلتها على الطحين ومي دافي بديت أعجن بيه. فبنات الطريقة كلش سهلة وبسيطة، وأنا منزلت لها يعني أكثر من فيديو هاي طريقة عيش المصري، ولكن على طلب المتابعة أم عمر حبيت يعني أعيده لها. وهنا باستمرار تعجنون بيه بنات، هو يحب يعني كلش عجن تعجنونه. وهنا أنا أخذلكم لقطات يعني أعجن بيه. استمريت يعني يجي 10 دقائق ربع ساعة تعجنون بيه إلا ما تشوفون العجينة كلش يعني تصير ملسة. وهنا خليته يرتاح 10 دقائق ربع ساعة، ورجعت مرة ثانية عجنته بنات. وهنا خليت ايدي بالزيت لان شوي تعرفون يلزق، وظلت باستمرار اعجن بيه. هنا تعجنونه يعني باستمرار حتى العجينة تصير كلش يعني مطاطية وتسهل عندكم لما تجون تفتحونها، تصير كلش سهلة وبسيطة العجينة. فكلش يعني عجنته واستمريت بربع ساعة هيجي. يعني خليت ايدي بالزيت حتى لا يلزق بنات. الآن شوية أقطع بالتصوير حتى لا يصير الفيديو طويل عليكم، وحتى إن شاء الله هم ما تملون من الفيديو. إن شاء الله تستفادون من هاي الفيديوهات اللي عاد أنزل لكم إياها. أو إذا تحبون أي طريقة اكتبوا لنا هم بالتعليقات، وإن شاء الله أنا هم ما أقصر وياكم. وهنا لميت العجينة بنات، أتركها تختمر نص ساعة ساعة حسب المكان الدافي والخمرة كمية الخمرة اتركوا. واكتبوا لنا بالتعليقات بنات شو تحبون فيديوهات، ان شاء الله هم ما اقصر وياكم. وهنا العجين، هنا العجين اختمر بنات ورا ساعة ونص ساعة حسب الوقت. زي ما حضرنا يعني الحشو هاي عاد جيت لقيته مختمر وبديت اقطع بيه او اشنق بيه حسب تسمياتكم حبايب قلبي. يعني احنا يعني بلهجتنا نقول نقطع العجين. هنا راح اقطع كم قطعة قدامكم بنات، وماكو ست بيت اذا ما تعرف تقطع او تشنق، بس يعني حبيت يعني اشارككم الطريقة بالتفصيل لان متابعتي ام عمر رادت بالتفاصيل، وهذا ان شاء الله بالتفاصيل وان شاء الله تسهل عليها الشغلة. وهنا قطعته وخليته يرتاح يجي 10 دقائق، وبديت افتح بيه بالشوبك بنات، اخلي طحين على الوجه وبظهر العجينة حتى لا تلزق عندكم بالشوبك، وتبدون تفتحون بيها. هذا سمك العجينة بتاعها بنات. ان شاء الله واضح عندكم واستفادون من هاي المعلومات. هنا نفتحها ونخليهن على وصلة يعني نظيفة. هنا يعني افتحها بالشوبك واخليها على وصلة هم ربع ساعة 10 دقائق، وترجعون تخبزونه. وان شاء الله تستفادوا من هاي المعلومات، وان شاء الله ينجح بيدكم، وتكتبوا لي هم بالتعليقات شلون يعني نجحت بيدكم ان شاء الله. هنا بنات ما مسرعت لكم الفيديو حتى تشوفون شلون يعني انا افتح بالعجينة، وما شاء الله صارت كلني طاحين.
ولكن هي لازم يعني بالطحين حتى لا تلزق يعني على الشوبك أو على الطبلة اللي أفتح عليها العجينة. أنا عندي كان طحين صفر فاستخدمت الطحين الصفر بنات. وإن شاء الله ما تملون من الفيديو بنات وتستفادوا من هاي المعلومات، وإن شاء الله ما تقصرون بنات مشاهدة الفيديو كامل. الله يوفقنا ويوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله كل من عنده حلم الله يحققه له. آمين يا رب العالمين. وهنا هاي كمية القطع اللي قطعتهم العجينة بنات. هنا الفيديو بنات صار شوي متخربط يعني ما تصفط يعني زين، يعني ما شاء الله صار كل شي جهة عادي بنات عدنها لي. هنا شوفوا بنات إذا ما كثر طحين تلزق بالشوبك، فشو أسوي؟ لازم أخلي لها طحين كمية حتى لا تلزق. واعذرونا على التصوير إن شاء الله إذا مو واضح بنات. وهنا خليته على الوصلة يعني وصلت المطبخ يعني خاصة للمطبخ بنات. هاي أخليه يرتاح فد ربع ساعة وأبدي أخبز بيه. هاي الكمية ما شاء الله كلش يعني خير وبركة صارت. وهنا راح نبدأ نخبز بيه بنات. إن شاء الله واضح لكم الفيديو تستفادون من الفكرة أو الفيديو. هنا كان وطني موجود وحبيت أشتغل على الهيتر. لازم طاوة يعني ما تلزق بنات وتبدون تخبزون بيها. هنا أول من تخلونها بنات بس يعني تقدرون تقلبونها مو إلا تستوي حتى يعني تبدي تنفش عندكم تنفخ. وبهاي الطريقة بنات. وأنا سويت لكم أكثر من واحدة حتى إن شاء الله تسهل عليكم الطريقة. وإن شاء الله أختي أم عمر هم تشوف هذا الفيديو وتكتب لي بالفيديو الجاي تقول جربت ونجحت بيدي. هنا بهاي الطريقة يعني تظلون يعني بالإسباتولة أو أي شي عندكم يعني مو شرط الإسباتولة، اللي ما متوفر عنده إسباتولة عادي معلقة أو خاشوقة. وتظلون بهاي الطريقة إلا ما ينفخ عندكم. ودايما يعني تقلبون بيه على الجهات يعني شوي على هالجهة شوي على هالجهة لما ينفتح عندكم بالكامل. يعني شوية الطاولة يعني كلش ثخينة يعني حركة الحرارة مو كلش قوية صارت، فراح أبدلها الطاواني لأن كلش تعبتني يعني حيل حيل يعني بطيئة. يعني إذا تنفخ عندكم يعني مثلا تقعدكم من جهة فسدونها يعني الهواء مالها حتى تنفخ. مثل ثاني عادة أسوي يعني طقت عندي من جهة، فشوفون بهاي الطريقة أسوي بنات. يعني نفخت تماما بنات عاد بس تحمصونها من الجهتين وتبدون تشيلونها من الطاوة تحطون يعني غيرها. يعني شوي تخلون الطاوة تحمى وبعدين تحطون وحدة مكانها بنات. بهاي الطريقة إلا ما يتحمصن على الجهتين. يعني بنات بدلت الطاولة لأن كلش يعني ثخينة وتعبتني بنات. وهنا هم راح أرجع غير الطاوة. أكو طاوات يعني كلش ضخام فما يعني ياخذ حرارة بسرعة يعني العيش المصري أو خبز المصري حسب شو التسميات، أو بطبوط خبز البطبوط هيك يعني تسمياتهم. يعني بهاي الطريقة تظلوا مستمرين. يعني شوي سرعت لكم الفيديو لأن كلش طويل، فإن شاء الله ما تملون من الفيديو، ما تملون من الفيديو بنات اعذروني. يعني طريقة كلش سهلة وبسيطة وما تاخذ جهد ولا تعب. يعني تستخدمونه بعدة أكلات. يعني شفت الفيديو السابق يعني سوينا يعني
حشوة يعني حشيناهم يعني بأي أكلة يعني نواشف أو نقول خفايف يعني استفادوا منه بعدة يعني أكلات. فأسرع ما تشترين صمون أو يعني هم سويتوا بيدك يعني شغلة نظيفة وتعرفين شنو مصدرها، ما مثل تشترينها يعني من السوق. وشغل الإيد يعني بشغل بيدك يصير أنظف وأرتب وتطمئنين إنه تحسين هذا الشي يعني بيدك سويتيه نظيف. فمثل هسه أنا اليوم يعني كان غدانا لفات فلافل، ما اشتريت صمون، سويت يعني عيش المصري. والله بنات وش قد طيب يعني أطيب من الصمون يصير، يعني عدة أكلات يعني تستخدمونه. ويا بنات أريد همتكم بالفيديوهات مشاهدة كلش عالتنزل، فأتمنى هذا الفيديو يعني يصعد لي إياه أكثر مشاهدة ولايكات وتعليقاتكم الحلوة. ما ظلش إن شاء الله حقق الساعات على 4000 ساعة، وإن شاء الله بجهودكم وانتو جهود الطيبين إن شاء الله ما تقصرون وتصعدوا للفيديو المشاهدة الفيديو بنات تحقق للساعات. وما ظلش إن شاء الله حقق الساعات إن شاء الله بجهودكم إن شاء الله حققهن. واللايك بنات يصعد يعني مستوى الفيديو، يعني أكثر عدد من الناس تقوم تشوف الفيديو. وأتمنى هم تكتبوا لي تعليقات كلش حلوة من يدكم الحلوة، وإن شاء الله ما تقصرون خواتي وأخوتي، وأني ممنونة منكم كلش يعني ممنونة منكم وما تقصرون. وربي يحفظكم ويخليكم ويزيدكم إن شاء الله. وهنا مثل ما واضح بنات شفتوا شلون الطريقة وكلش سهلة وبسيطة، وأتمنى تجربونها وتكتبون بالتعليقات. أنتظر تعليقاتكم الحلوة، واللي يجربها أمانة يعني يكتب بالتعليقات حتى غيركم يشوف التعليق وهم إن شاء الله يشجع ويسويها. يعني ما شاء الله شلون النفخات كلش يعني سهلة وبسيطة. وهذا الكمية ما شاء الله خير وبركة صارت، يعني من طحين كمية كلش يعني قليلة ما شاء الله، يعني صار غدا وعشاء. وهنا بنات راح افتح لكم وحدة وشوفونها من الداخل، وهاي شكلها من الداخل بنات قطنية صايرة يعني لا عجين ولا اي شي. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك، وانتظرون فيديو جديد ومع السلامة.